ادي نور السيد صاحب القميص رقم 4، انما هنشوف صاحب التسديده حلوه في العارضه. يا راجل يا راجل، تعامل مع ردة الفعل بشكل كويس. عمرو مرعي واقف في مكان مظبوط، انما الكرة عليت، ما كانش حد يتوقع انها ترتد من العارضة. التصويبة الرائعة الجميلة اللي كانت من عاصم صلاح صاحب القدم اليسرى، حطها يا سلام في السوكة في السوكة في السوكة. التقاء العارضة بالقائم، كرة حلوة قوي 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 قوي. امبارح محمد صلاح من نفس المكان تقريبا اسكنها طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان قابوس. حلوه يلا يا راجل، الله، هي ده، هو ده الكلام، هو ده الكلام يا احمد يا شيخ. انما الاولانيه وقفت قلبنا معاك، الكره جايه لك مقشره بتقول لك خلص 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 مع الدقيقه 71، مع الدقيقه 71 احمد الشيخ يتقدم للمنتخب المصري العسكري. حلوه الكوره مفيش كلام، وادي زمايله كله بيهني، ادي كله بيهني وبيقول له اعمل زيي بالظبط، اعمل زيي بالظبط. طبعا يعني الهزيج الافريقيه موجوده معانا، واحمد الشيخ وسجده شكر لله لانه احرز هدف في الدقيقه 72. حلوه قوي 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 الكره المباغته يعني السريعه، اتخطف فيها الدفاع العماني احمد الشيخ، انما الاولانيه وقفت على رجله اليمين. شوفوها مره ثانيه، ادي التماس اتلعبت على طول لعمرو، اتلعبت وعدت من الحارس الاول. السنده الاولانيه لان الراجل الحارس على طول فاق وقام ورايح معاه تاني، انما السنده الاولانيه لحق على طول سندها بالشمال وسدد بالشمال، والجول اهي خطا طبعا لحارس المرمى والمدافع الايمن اللي معاه سعد سهيل. حلوه قوي قوي منتخبنا العسكري. الانذارات دي هتاثر ولا مش هتاثر؟ ما حدش فكر في كده. ادي الراجل بتفكير عميق وتصويبه رائعه وراح يجيب كورته، خدها عادي، بتحصل في كل الملاعب مفيش اي مشكله. ليه التنشنه؟ ليه التشنج؟ ما حدش عارف. ادي الكوره رايح خد كورته، انما عملها بشكل حلو قوي قوي قوي. عمل فنت كده قبل التصويب، حط الكرة في زاوية وعواد راح الزاوية الثانية. عواد قال لك أشول أو أيسر يلعب خليج، خصوصا الرشيدي أهل رشيد. خطيرة الكرة، إنما بيقول إيه؟ بيقول هدف، بيقول هدف. وقفوا على إن الكرة فيها حاجة يعني لمسة يد كده. وقف دفاعنا كاملا عشان الكرة بيبصوا على الحكم هيقرر إيه، إنما الكرة خلاص حسبها جول. المقبالي استلمها وحط الكرة بمنتهى السهولة والغرابة، وطبعا لسه كان محمود حمدي بره، فالنقص العددي موجود. وفي المنطقة دي ما حدش كان الفرحة العمانية بالهدف الثاني، وتغير اللقاء. ويعني بتهرب مننا حاجات بسيطة كده، بتهرب مننا حاجات بسيطة. هنشوفها تاني في الإعادة عشان نعرف انه يعني انتظروا راية الحكم. هنا الحوار هنا بيقول لهم خلاص ارجع عادل المقبالي الهدف الثاني له دقيقة 5 من او دقيقة 95. شوفوا هنا الكورة عدت من احمد سامي، وعلى طول الراجل استلم وحط الكورة برجله الشمال اهي اهي اهي. كله احمد سامي بيبص للحكم وكلهم بيبصوا للحكم. الكورة كانت في حوزته، هو طلع في الهواء والراجل على طول كمل كورته في الشبكة. مفيش تغطية خالص، مفيش حد مأمن خالص. وادي المقبالي مع الدقيقة 95 أو الدقيقة 5 من الشوط. الدفاع عليه ملاحظة، ووسط الملعب الرابط بين الاثنين عليه ملاحظة، 3 ملاحظات. لكن قادرين نكمل اهي اهي اهي. ايوه كده ايوه كده، حلو الكلام ده. قادرين هرد على طول. احمد سامي قال لك لا، احمد سامي قال لك لا، هربت مني اللي فاتت وجت في شباكي. المره دي انا هو بيدي تحيه كمان عسكريه لكل الجماهير المصريه. احمد سامي يعيد تصحيح الاوضاع بعد دقيقه ونصف. الدقيقه 96 يحرز هدف للتعادل 2-2. حلو المباراه، حلو الوقت الاضافي، حلو الوقت الاضافي. ادي تيشيرتات اهلي زمالك، ويعني ازرق واحمر واخضر كله موجود مع ابيض وخطين حمر، كله موجود، كله فرحان، كله سعيد. شوف الكرة دي اتلعبت على طول من احمد الشيخ، وعلى طول حلوه قوي قوي قوي. احمد سامي بيصحح الاوضاع ويعيد يعني الامور الى نصابها الصحيح 2-2، ويجدد الامال المصريه. والمباراه احلوت قوي قوي قوي. هنشوف البدايه محمد عواد في المرمى، وهنشوف مين من اللاعبين اللي هيسدد الركله الاولى للمنتخب العماني. هنشوف المقبالي ولا مين؟
مقبالي لاعب رقم 9 عبد العزيز المقبالي صاحب ركلة الجزاء في المباراة. الآن يبدأ ركلات الترجيح، بيقول له هتتحرك عرضي فقط ما تتقدمش. والمقبالي بالقدم اليسرى، هنشوف ذات الطريقة ولا ايه، وربنا يوفق عواد. المقبالي ذات التصميم، انما عواد راح ناحية اليمين والكرة ناحية الشمال. لاعب مهاري قوي المقبالي، لاعب مهاري قوي قوي قوي، حط الكرة يعني اتقان ودقة غير عادي، اتقان ودقة غير عادي، تجاور او تلمس. شوف 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 شوف، بيثبت رجله كده قبل التصويب اهو، حتى هو فرحان بنفسه. معاه حق، معاه حق. الراجل اداله احساس انه باصص ناحية اليمين وراح مسدد الكرة اهو، وراح مسددها ناحية الشمال. والفرحة والتشجيع للمقبالي بركلة أولى. في المقابل منتخبنا الوطني داخل باولو، أول ركلة حسام باولو. حسام سلامة يا راجل، عايز أقول ما ينفعش لاعب نازل قبل دقيقتين يفتتح هو التصويب. يعني لاعب نازل قبل دقيقتين من بداية المباراة، ما سخنش، ما عرقش، ما خدش حساسية ولا يعني المباراة، جو المباراة ما خدوش. هو لعب الكرة على طول تصدى ليها الحارس فايز الرشيد. دايما أول ركلة ليها حسابات يا جماعة. أول ركلة عندك مؤمن سليمان، عندك مؤمن زكريا، عندك نور السيد، عندك توفيق، عندك أحمد الشيخ. أي من هؤلاء يستطيع أن يبدأ ويبقى حسام للركله الرابعه الخامسه اذا احتجت له. يعني هو طبعا لعيب بيسدد ركلات ترجيح مفيش كلام، ومميز فيها مفيش كلام مع فريق سموحه وقبل كده الداخليه، لكن انا بتكلم على اول ركله في مباراه هو نازلها قبل دقيقتين من النهايه. الفرسي يلا يا عواد، انما عواد راح زاويه والفرسي جاب الكوره الثانيه. 2 سلطنه عمان لا شيء منتخب مصر العسكري. ادي الفرسي برضه نفس الحكايه، اهو شوف شوف يثبت كورته، يتحرك في زاويه عواد والكره تسكن الزاويه الثانيه. اهو بياخد اللقطه حقه وبيقول للجمهور يلا حيوني. احمد الشيخ احمد الشيخ الركله الثانيه لمصر. ياخد الإشارة، يتقدم الشيخ. يا ولد يا ولد، عشان كده قلت لازم كانت الركلة الأولى، لازم كان أحمد الشيخ يبقى الركلة. شوف عملها بمهارة وإيه وروقان، روقان ملهاش تعبير تاني. شوفوا يا سلام يا واد يا تقيل فعلا والله تتقال عليك كده. شوفوا الراجل داخل بياخد الكرة وكأنه يعني بيلعب تشيب باس كده عادي يعني في المباراة، مش في. يا سلام يا سلام، حط الراجل في زاويه، حط الكرة على طول في نص الجول. حلوه قوي 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 احمد الشيخ. احمد الشيخ يبقى 2-1. الركله الثالثه يلا يا عواد. الركله الثالثه سعد سهيل. ممكن يا عواد ان شاء الله. اهو نفس الحكايه، بيقف اللعيب ياخد كرة وعواد رايح معاها صح المره دي، انما الكرة بتعدي وتسكن. قوية 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 سعد سهيل، قوية تصويبها قوية. ما يعني ما عملش اهو رايح بيقول له يلا يا فايز. انما احنا هنشوف الركلة الثالثة عندنا مين. لازم نصد واحدة او حد يضيع واحدة على الا يضيع اي من لاعبينا. ادي سعد سهيل عندهم ثقة وكأنهم يعني متخصصين في ركلات الترجيح. الثلاث ركلات ملعوبين حلوة قوي. احمد سامي بالتوفيق لاحمد صاحب الهدف الثاني. احمد الرشيد يصد ويقول لجمهوره افرح. يبقى احمد سامي يهدر الركلة الثانية، ويقترب المنتخب العسكري العماني من الصعود للمباراة النهائية بفضل توفيق لاعبيه وحارس مرماه، لاعبيه في التصويب وحارس مرماه في التصدي.
ادي على طول ملعوبه ضعيفه وفي الزاويه رايح في متناوله، مش لو عاليه شويه ممكن، انما هارد لك لاحمد سامي مفيش مشكله خالص. رياضه فوز وخساره وجهي العمله اللي لابد يقبل بيهم الجميع. تلعب صاحب الارض والضيافه، مباراه كانت كبيره. 2-2 ركلات الترجيح، الركله الرابعه وسهل جدا جدا. اليحمدي بيسجل بسهوله، اليحمدي جميل، اليحمدي بيصوب تصويبه جميله فعلا. خلاص الفرحه انتهت، المباراه انتهت طبعا. مبروك لسلطنه عمان، مبروك لسلطنه عمان التاهل للمباراه النهائيه لكاس العالم العسكريه. حظ اوفر لمنتخبنا الوطني في قادم المحاولات، وان كان هيلعب مباراه المركزين الثالث والرابع. نايل سبورت